هو رسالة السيد مستشار صاحب جلالة الملك رقم 180 بتاريخ 30. دونك مسألة هذه مسألة اللي تتبين بأنه السي العثماني تيعجل بعد التعليمات السامية ديال سيدنا الله ينصرو، وهذا ملزوم به. الرئيس ديالنا كلنا هو سيدنا، ولكن ملي سيدنا تيقول ليه نزل الدستور، هبط الدستور، فعل الدستور، نزج ديال الانجاز ديال نموذج جديد اقتصادي مع جميع الفئات، هو تيمتنع. المسألة اللي تيدير المسألة السهلة هي خرج 70,000 درهم من الجيب وعطيها للبنكيران. هذه مسألة سهلة ما فيهاش استشارة مع أي خبير ولا أي خبيرة ولا أي. وهل كانت هناك رسالة فعلا ولم تكن؟ المهم الله أعلم. احنا ما تندخلوش في النوايا، احنا ما تندخلوش في النوايا، حيت هذا الشيء اللي مسرب وباين، ولا كان هو هذا، لكن هذا الشيء هو حقيقي اللي واصل عن جميع الإعلاميين وجميع ولمنشور الآن في الجرائد المكتوبة أيضا. منشور في الجرائد، ولكن يسرع بالتعليمات ديال سيدنا في النموذج الجديد الاقتصادي وفي الديمقراطية التشاركية وتفعيل وتنزيل الدستور، ونديروا فعلا ورشة العمل ديال كيف نسيروا المغرب جميع. اللي ما قابلينش هو علاش سيدنا طلب منا باش نصوتوا على دستور. صوتنا على الدستور، والدستور دابا دايرين عليه الحقوق الدستوريه ديالنا، دايرين عليها الاستيلاء. وانت كيف تنعاودها؟ البارح السيد من الحكومه ولا من الوزاره ملي سمعنا تنهضروا على الدستور 7 سنين ديال التعطال وهادي و20 فبراير داكي نسحب زاد في حاله. وهذا الشيء راه ماشي ما تيفرحش، وهذا الشيء علاش تيقدر يكون عندنا مشاكل مع السعوديه في الصحراء، ومع مشاكل مع ناس اخرين في جهات اخرين اكسيتيرا. علاش الضعيف يمتسك غارق بغارق. دونك خص السيد العثماني عاوتاني العار السيد العثماني أرى المغرب في خطر، والمغربية في خطر، والطفل المغربي في خطر، والمرأة المغربية في خطر، والشباب في خطر، واليتامى في خطر بزاف. جميع الفئات المغاربة في خطر بعدم تنزيل الدستور، بعدم تفعيل الدستور. السي العثماني جا معنا غير الدستور. ربما لو فعل الدستور ما غاديش تكون بحال هذوك الناس. وكان فعل الدستور غادي يكونوا ميكانيزمات اللي غادي نعطيو الثقه لسيدنا، ميكانيزمات اخرين، والناس يعبروا شنو هو الاستفاده اللي استفاد المغرب من هاد بنكيران بعدا، وشنا هو القيمه المضافه اللي جاب بنكيران للمغرب. انا تنقول ما جاب حتى قيمه مضافه، ضيع لنا 7 سنين، ضيع لنا 5 سنين، ودابا ضاعت لنا عاوتاني عامين، وضاعت 70,000 درهم. وضاع 70,000 درهم. هذيك ضايعه. اللي ما قابلينش هو عدم تفعيل الدستور، عدم في اللعبه السياسيه اللي ولات ما بقاتش لعبه، ولا دابا نسميوها الجحيم السياسي، ولينا نسميوها لو مالور بوليتيك، لو كوشمار بوليتيك. ما بقاش ان جو بوليتيك، ولينا حنا تنتعاملوا مع ناس اللي تيديروا لنا الكوشمار بوليتيك. الحقوق ديالنا ما يعطيوهاش، وها هما دابا تيتبين بانهم اللي تيبغيو يديروا شي حاجه راه تيديروها في النهار. ها هي الرساله ديال المستشار ديال جلاله الملك مشات وصلت في 30 اكتوبر. هو صايب الرساله ديالو في 30 اكتوبر، في 1 نوفمبر، دونك 3 ايام 3 جور، طق 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 الكترونيك. هادشي ملي تيكون مصالح ديال شي واحد فعلا. لكانت التعليمات الساميه والتعليمات ديال سيدنا الله ينصرو راه سي نورمال، ولكن راه سيدنا الله ينصرو عاطي التعليمات على نموذج جديد اقتصادي. سيدنا راه عاطي التعليمات باش جميع المغاربه يتقضى لهم المصالح ديالهم في النهار. حتى حنا راه بغينا، حتى حنا بحال بنكيران بغينا يتقضاو لنا المشاريع ديالنا في النهار. حاجه اللي خصهم يردوها لنا دابا، مابقاوش نتسناو حنا
19 عام و18 عام و20 عام بقاو شادين لنا مصالحنا والحقوق ديالنا، حتى حنا يعطوها لنا في نهار تو سويت. على بالك انا نخدم الخدمات، نقدم شي خدمات ولا نقدم شي قيمه مضافه للمغرب اكثر، نقدموا دائما الخدمات اكثر من القياس للمغرب في جميع الامورات، جميع الامورات، محليا جهويا وطنيا دوليا. وانا ماشي انا بوحدي، جميع فئه كبيره